ليس من الضروري أن تكون متسلق جبال محترف لكي تصل إلى قمة شماء، لكن يجب أن تكون مغامرا وصاحب عزيمة قوية. فريق قناة البلاد تملكته رغبة اكتشاف إحدى المغارات الجبلية الواقعة بين مدينة الأخضرية بولاية البويرة ومنطقة عمال التابعة لولاية بومرداس. إنها مغارة إفريزيري أو تيزيغير، مغارة الوصول إليها ليس بالأمر الهين، فهي تعتلي قمة جبل عين سلطان، والدخول إليها يتطلب تسلق جبل صخري يمتاز بارتفاع شاهق. بعد جهد جهيد ومساعدة الزملاء تمكن من ولوج هذا الكهف العجيب، لنتفاجأ بوجود عدد معتبر من العظام البشرية التي يرجح أن تكون لشهداء الثورة التحريرية، خاصة وأن هذه المغارة حسب مصادر تاريخية كانت حصنا منيعا للمجاهدين إبان الحقبة الاستعمارية. مغارة تيزيغير أو إفرينزيري كما تعرف محليا، كنا سمعنا عليها قبل ما ندخلوا ليها نكتشفوها. كنا سمعنا عليها بزاف، كبار السن يحكوا عليها، مشهورة المعارك اللي دارت في تلك المنطقة، وبالأخص في داخل المغارة حيث أبادت فرنسا مجموعة من المجاهدين باستعمال الغاز السام. المغارة الغريبة التي تكسوها أحجار رخام ونوازل وصواعد تسربات كلسية تتواجد بها عظام بشرية في كل مكان، وبقايا قنابل يدوية تؤرخ بطولة رجال أشاوس قاوموا المستعمر الفرنسي بدون هوادة، فقصفوا بقنابل النابالم وأبيدوا جميعا بالغاز السام. الغار هذاك كيضربوا بالمتراويز هكذا، ما يقاسوش الناس، يطلعوا الغار هذاك الفوقاني وما يضربوا من تحت. حاجة ضربوا العسكر الداخل بالغاز بالاخر. جا تسمى وقيلا كورونيل ولا جنيرا ولا شكون جا، قالوا له راهم هنا، ومن بعد ما دخلنا لداخل واعر باش تدخل، عينيك ياكلوا. يعني تبقى تخص السلطات المهتمة هي اللي تدخل تما وتحدد الحقبة اللي تعود لها هذيك العظام. وفي انتظار استخراج تلك العظام وإجراء التحاليل عليها، تبقى مغارة تيزيغير من بين الشواهد التاريخية والأثرية الهامة بالمنطقة، والتي حان الوقت لاستكشافها.